أهلا بيكم مع الدرس الثالث من منهج الترم الثاني للصف الأول الإعدادي. درسنا النهاردة بعنوان الدور الحضاري لمصر في قارة أفريقيا في عهد محمد علي. محمد علي على الرغم إن هو كان مولود في قولة في اليونان، لكن هو قدر يحصل ويفوز بحكم مصر. طب ده حصل إزاي؟ وإيه الظروف اللي هيئت له الحكم ده؟ فرنسا زمان وجدت إن مصر موقعها متميز جدا، فطمعت فيها فأرسلت حملة فرنسية للاستيلاء عليها. بس مصر كانت تابعة في الوقت ده للدولة العثمانية، ما كانتش لوحدها، كانت هي ومجموعة من الدول العربية والإسلامية كانوا كلهم تابعين ليها. وكان على رأس الدولة العثمانية سلطان، اللي أول ما سمع الحملة الفرنسية أرسل بسرعة فرقة عسكرية بقيادة محمد علي اللي التحق بالجيش في الوقت ده ونجح في إخراجها. محمد علي كان بيتمتع بعقل حكيم جدا، فتودد المصريين اللي بدورهم أعجبوا جدا بمحمد علي وأرسلوا طلب للسلطان العثماني بيطلبوا منه إن محمد علي يفضل موجود في مصر وإن هو كمان يكون حاكم عليهم. وفعلا السلطان العثماني استجاب لطلبهم، كتب أمر تعيين محمد علي حاكم لمصر سنة 1805. ومن هنا بدأت قصة محمد علي كحاكم لمصر وللمصريين. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. محمد علي كان حاكم لمصر، بس يا ترى ازاي جه مصر وهو مولود في قولة في اليونان؟ أنا راح أقولك. فرنسا زمان بصت على مصر، لقيت موقعها متميز، قالت ده ليا أغلى هدية، أنا لازم أستولى عليها، هبعت لها حملة فرنسية. مصر كانت تابعة لمين؟ للدولة العثمانية، وكان على رأسها سلطان. أول ما سمع باللي حصل، باللي كان الدم في عروقه غلي، قال هبعت فرقة عسكرية لتحريرها بقيادة محمد علي، وفعلا نجح في إخراجها. محمد علي كان عقله حكيم، اتودد للمصريين فطلبوا من السلطان تعيين محمد علي حاكم عليهم. فالسلطان بص كده في طلبهم بصة وقال يعين محمد علي حاكم عليهم في 1805. ومن هنا بدأت حكاية مين؟ محمد علي كحاكم لمصر والمصريين. محمد علي كان عنده خطة من بداية حكمه، هو إنشاء نهضة حديثة لمصر. بس إزاي كان هيقدر ينشئ النهضة دي وهو بيواجه تحديات داخلية وخارجية؟ من التحديات الداخلية اللي واجهها هو وجود المماليك. المماليك هم كانوا في حكم مصر قبله، وهو نجح في التصدي ليهم ثم القضاء عليهم. ومن بعدها ابتدى محمد علي في إنشاء نهضة حديثة لمصر في شتى المجالات: زراعة، صناعة، تجارة، جيش وغيرها. أدرك محمد علي نقطة مهمة جدا لمصر، وهي إن ضمان استقرار مصر هو بالسيطرة على النيل، لأن نهر النيل هو شريان الحياة لمصر، وإن مصر مش دولة منبع، دي دولة مصب، واستقرارها بيأتي من استقرار جريان مياه نيلها. وعلشان كده ابتدى يوجه اهتمامه لإفريقيا بإرسال بعثات استكشافية وبعثات حربية لإفريقيا، وبدأها بالسودان. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. محمد علي عمل نهضة حديثة لمصر من أول بداية حكمه. بداية حكمه محمد علي في بداية حكمه واجه تحديات بتهمه، تحديات داخلية وخارجية. داخلية هم المماليك، دول كانوا في الحكم يقابلوا، نجح في التصدي ليهم، وبعد شوية هيقضي عليهم، وقال أنا راح أبص لقدام، لحم النيل مين اللي قام لاستقرار مصر بلدي. فأرسل بعثات حربية ورحلات استكشافية، وقال أنا مهتم بإفريقيا، رحلاتي هرسلها جنوبا، وراح أبدأ بالسودان. محمد علي ورحلاته كان ليها كده عدة أهداف، هتقولي كلامك دلل، هقولك حيث الأهداف: اقتصادية، عسكرية، جغرافية، سياسية. اقتصادية عسكرية،
جغرافية سياسية، عاوزني بمين أبدأ؟ أدلل عندي الأهداف. ابدأ دلل عن الأهداف السياسية. أهدافه السياسية حيث لديه رغبة قوية لحكم السودان ومصر وتوسيع حدود مصر وتكوين إمبراطورية. وما تنساش القضاء على المماليك اللي فروا للسودان، خاف لا يتجمعوا تاني ويتحالفوا مع بريطانيا فيعودوا لحكم مصر. دلل كده على أهدافه العسكرية من رحلاته الجنوبية. أهدافه العسكرية حيث مصر أولوية للدفاع عنها وإيه تأمين حدودها الجنوبية. وكمان قال السودانيين فيهم شجاعة وقوة هايلة يا جماعة، إزاي يفضلوا كده بعيد؟ لازم أدخلهم تجنيد. طب يا ترى هتدلل إزاي بقى عن أهدافه الجغرافية؟ جملة واحدة بس اللي هي حيث السيطرة على نهر النيل واستكشاف منابعه الاستوائية. طيب دلل دلوقتي على الأهداف الاقتصادية. يا ترى هتقول إيه؟ أهدافه الاقتصادية حيث كده الاستثمار في موارد اقتصادية الموجودة في السودان، ذهب وعاج وصمغ عربي، ذهب وعاج وصمغ عربي، ولتحقيق كل الأهداف لازم من رحلات للاستكشاف. ولتحقيق كل الأهداف لازم من رحلات للاستكشاف. علماء مصريين ومعاهم فرنسيين بقيادة إسماعيل باشا راحوا سينار سنة كام؟ 1821. وهدفهم إيه بقى؟ استكشاف المنطقة ويسيطروا على مروي وادي حلفا ودنقولة. بس كده؟ بعد يجي أكتر من كام؟ يجي كده 10 سنين، يعني بالظبط سنة كام؟ 1838. محمد علي قاد بنفسه حملة للسودان بنفسه للبحث عن المعادن، والإدارة المصرية راح يتفقدها بنفسه. هاو بعدين في دنقل مناجم دهب وجد منها كتير هناك، أما تجارة الرقيق أمر بسرعة بالإلغاء، وهي عملية بيع وشراء للبشر كملعبي وإجبارهم على العمل، أما حقوقهم ده حلم بعيد. وده كان دور إنساني لمحمد علي هناك. أما سليم بيك قبطان كان ضابط جغرافي كمان، قام برحلة 3 متتالية لاستكشاف النيل الأبيض. وأول ما وصل ليه فين؟ للبحيرات الاستوائية توقف بصورة نهائية، وقبل ما حد يلوم شلالات ويا الجنادل كانوا سبب في رجوعه برحلته للخرطوم. محمد علي لما راح السودان وجد إنها محتاجة لإصلاحات إدارية كبيرة جدا، خصوصا إن هو لقاها إن هي عبارة عن مجموعة من القبائل المتفرقة والمتصارعة فيما بينها. فقال بد من نشر الأمن في المكان، وده مش هيتم إلا بوجود إصلاحات إدارية قوية. وقال إن هي هتكون شبيهة تماما للإصلاحات اللي موجودة في مصر. معالم النظام للإصلاح الإداري اللي عمله محمد علي إنه عين حاكم دار للسودان، يعني معناه حاكم للسودان كان في إيديه السلطة العسكرية والمدنية، وهو في نفس الوقت بيكون تابع لوزارة الداخلية في مصر. اختار مين طبعا للمهمة العظيمة دي؟ اختار ابنه إسماعيل، وهو يعتبر أول حاكم دار للسودان. تقسم السودان ل7 مديريات، يعني كأنها 7 محافظات، وكل مديرية عين لها مدير. وكان بيتبع مين المدير ده؟ طبعا كان بيتبع لإدارة حاكم دار السودان. وقسم كل مديرية لأقسام، وكان لكل قسم نظر. وأهم حاجة عملها محمد علي إن هو طبق القانون ونشر العدل بين الناس. فأول حاجة لما لقى شكاوى كتير من بعض الموظفين حاكمهم وصادر فلوسهم، ودول علشان سوء إدارتهم واستغلالهم لمناصبهم.
بس محمد علي عشان يقدر ينفذ القانون تمام لازم يعمل إصلاحات قضائية، وده اللي هنشوفه في الفيديو الجاي. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. محمد علي لما راح السودان لقى حاجات مش هي، قبائل متفرقة متصارعة للبلاد مؤذية، لابد إرساء للأمن بإصلاحات إدارية، فعمل نظام حديث للحكم شبه اللي موجود في الإدارة المصرية. طب هتقولي عن نظام ولا بتعتبره أسرار؟ أسرار. السلطة العسكرية والسلطة المدنية مسؤول عنهم مين؟ حاكم دار، هو يتبع لديوان وزارة الداخلية، وابنه إسماعيل كان أول إيه؟ كان أول حاكم دار. قسم السودان ل7 مديريات، والكل منها مدير تحت إدارة مين؟ الحاكم دار. قسم كل مديرية كده لعدة أقسام، والكل منها نظر. إيه رأيك في النظام والنشر العدلي وتطبيق القانون؟ حاكم موظفين فين؟ في السودان صادر كل فلوسهم لاستغلال مناصبهم ولسوء إدارتهم، وده كان فين؟ كان فين؟ في السودان. قبل حكم محمد علي للسودان كان بيتم الفصل في النزاعات فيها من خلال الأعراف والعادات والتقاليد القبلية، وبعد ما أصبحت السودان ومصر جزء من الدولة العثمانية أصبح القانون العثماني هو المطبق في الفصل بين النزاعات. من إصلاحات محمد علي القضائية في السودان إن هو عين على كل مديرية قاضي، ولكن كانت سلطته محدودة، أما رئيس القضاء هو كان صاحب السلطة النهائية في البلاد. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. في الإصلاحات القضائية هنلاقي إيه؟ قاضي لكل مديرية يحكم بإيه؟ بالقانون العثماني، أحكامه محدودة مش نهائية. رئيس قضاء هو اللي إيه؟ حكمه نهائي من بعد إيه؟ فصل نزاعات جنب الأعراف، عادات تقاليد قبلية. من التطور العسكري اللي عمله محمد علي في السودان هو إنشاء الحاميات العسكرية، وهي كانت وظيفتها توفير الأمن والحماية في المنطقة. وهي كانت عبارة عن مجموعة من الجنود كانت مثلا بتحمي مدينة، قلعة، منطقة وما شابه. كانت مكونة من جنود مصريين وسودانيين وبعض الجنود من الأتراك. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. من إصلاحاته العسكرية قام بإنشاء حاميات عسكرية لتوفير الأمن والحماية هناك، مكونة من عدة جنود مصريين، سودانيين، وأكيد بعض الأتراك. من مظاهر النهضة العمرانية اللي أقامها محمد علي في السودان هو إنشاؤه لمدينة الخرطوم، وهي أصبحت العاصمة ومقر للحكم دار. كما أنشأ معسكر للجيش وأنشأ مباني حكومية، مسجدين، مستشفى، وترسانة لصناعة السفن النيلية، وكذلك أنشأ المصانع والمخازن. من المدن الأخرى اللي أنشأها محمد علي في السودان كانت مدينة كسلة، وهي كانت من أهم المدن الإدارية في شرق السودان. أنشأ فيها أبراج ومواقع محصنة عسكريا، وكان فيها حامية عسكرية ثابتة للدفاع عنها وعن المناطق المجاورة. ولكل الأسباب دي توجه السكان من الأماكن المجاورة ليها توجهوا للإقامة فيها. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. من إصلاحاته العمرانية أنشأ مدينة الخرطوم في السودان لتكون عاصمتها الأبدية والحكم دارها مقر دوم. يعني هو ما أنشأش إلا دي؟ لا، إزاي؟ ده أنشأ معسكرات للجيش ومباني حكومية، مستشفى ومسجدين، مصانع ومخازن، ترسانة لصناعة السفن النيلية. طيب أمال فين مدينة كسلة دي؟ موجودة شرقا كأهم مدن إدارية، بنى فيها أبراج ومواقع محصنة عسكريا.
كان فيها حامية عسكرية ثابتة، وده أدى لجذب السكان من مناطق ليها مجاورة. من مظاهر إصلاح التعليم لمحمد علي في السودان إن هو عمل على نشر الكتاتيب في كل أنحاء السودان، والكتاب هو عبارة عن مجموعة صغيرة من الأولاد بيجلسوا مع المعلم بتاعهم ليعلمهم القراءة الكتابة ويحفظهم القرآن. أما بالنسبة لمدينة زي مدينة الخرطوم فهي كانت مدينة حضرية، فهو ابتدى إن هو ينشئ فيها مدارس نظامية، وعلشان يحاول إن هو ينقل الخبرات بين السودان ومصر فهو أرسل بعثات من الطلاب السودانيين لمصر علشان يتلقوا التعليم في مجالات عسكرية والإدارية. محمد علي عمل شيء مهم جدا للتعليم، إن هو طور الطرق ونشر الأمن. ده أدى لإيه؟ إن الطلاب السودانيين شعروا بأمان أكتر وبسهولة أكتر في التنقل، فده شجعهم على الذهاب لمصر وتلقي التعليم في الأزهر. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. نشر الكتاتيب في كل أنحاء السودان لتعليم كتاب قراءة والتحفيظ القرآن. أما في الخرطوم كمدينة حضارية أنشأ فيها مدارس نظامية. أرسل لمصر سودانيين في بعثات تعليمية لتعليم مجالات عسكرية وإدارية. ما العلاقة بين تعليم وطرق ونشر الأمن؟ توافد السودانيين على الأزهر لطلب العلم. من مظاهر الإصلاح الاقتصادي لمحمد علي في السودان كان متمثل في عدة مجالات: زراعة، صناعة، تعدين، نقل. هنبتدي نتكلم عن الزراعة. أول ما اهتم محمد علي بالزراعة هو تبادل الخبرات ما بين مصر والسودان، علشان كده أرسل مزارعين مصريين للسودان علشان ينقلوا خبرتهم للمزارعين السودانيين في أساليب الزراعة المتقدمة. والزراعة مش هتقوم إلا على مشروع ري قوي، علشان كده اهتم محمد علي بإنشاء السوائل لرفع المياه وحفر القنوات الري والترعة. وما اكتفاش بكده محمد علي، لكن أدخل محاصيل جديدة ليتم زراعتها في السودان، وكانت من ضمن المحاصيل المهمة دي القطن، قصب السكر، وبعض أشجار الفاكهة. ومادام اتكلمنا عن الزراعة فلازم يكون مرافقها إنتاج حيواني، فاهتم جدا بالتحسين الإنتاج الحيواني علشان كان مهتم إن هو يصدر الماشية. وكل جهود محمد علي دي في مجال الزراعة أدت لزيادة مساحة رقعة الأرض الزراعية. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. في الإصلاح الاقتصادي يا ترى هنبدأ بمين؟ بالزراعة. ده أرسل مزارعين مصريين للسودان ليدربوا إخواتهم السودانيين على إيه يا ترى؟ أساليب زراعة متقدمة. في شؤون الري إيه هنلاقي؟ ده اهتم بإنشاء سواقي. في شؤون الري إيه هنلاقي؟ ده اهتم بإنشاء سواقي. حفر قنوات كتيرة للري، اهتم بإنشاء ترع. محاصيل زراعية إيه أخبارها؟ الجديدة ما أكترها. محاصيل زراعية إيه أخبارها؟ الجديدة ما أكترها. قصب السكر، قطن، وإيه بعض أشجار الفاكهة. وهنتكلم عن إيه تاني؟ ده اهتم بإنتاج حيواني. وهنتكلم عن إيه تاني؟ ده اهتم بإنتاج حيواني. اهتم بتحسينه ليه؟ من أجل تصدير ماشية. وكل جهود محمد علي في تطوير الزراعة أدت لزيادة مساحة الأرض الزراعية. محمد علي اهتم بالتعدين والصناعة في السودان. من مظاهر اهتمامه بالتعدين إن هو كان حريص جدا بالبحث عن المعادن زي الحديد والذهب. أما اهتمامه بالصناعة فهو أنشأ مصانع في العاصمة الخرطوم، زي مصنع مصنع البارود، وده كان بيستخدم في البنادق في الحروب. وكمان أنشأ ترسانة لصناعة السفن النيلية، وكان ضروري جدا لنجاح الصناعة دي إن يلحق بيها معمل إعادة تشكيل الحديد ومصنع لنجارة الأخشاب. الحاجتين دول مهمين جدا لنجاح صناعة السفن. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. عاوز تتكلم عن التعدين خير في سبب؟ أيوة، ده كان بيبحث عن
الحديد والدهب. طب والصناعة أخبارها إيه ديّة؟ أنشأ ترسانة لصناعة سفن النيلية، ألحق بها معمل لإعادة تشكيل حديد، مصنع لنجارة الخشب. أما الخرطوم العاصمة مصنع بارود للحروب الحاسمة. من جهود محمد علي في تطوير النقل والتجارة في السودان إن هو أمن طرق التجارة، دي حاجة أساسية للحصول على تجارة ناجحة. وكمان ليحصل على نتيجة مرضية كلف شيوخ القبائل بحمايتها ولضمان تجارة نهرية سليمة. هو طور الملاحة النهرية لدرجة إن أصبحت مدينة الخرطوم من أهم المحطات التجارية في إفريقيا في الوقت ده. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. طرق التجارة أمنها شيوخ قبائل كلفها بحمايتها. طور ملاحة نهرية إلى أن أصبحت الخرطوم أهم محطة تجارية في أفريقيا. لما عين السلطان العثماني محمد علي على حكم مصر ده ما كانش مرضي بشكل كافي لمحمد علي، لأن هو كان رجل طموح جدا وكان عنده رغبات توسعية، فضم لي السودان ومن بعدها شبه الجزيرة العربية وكمان ضم بلاد الشام. مين قلقوا تحركات محمد علي التوسعية دي؟ بعض دول أوروبا. ليه طيب قلقتهم؟ لأن ده كان بيمثل خطورة كبيرة على مصالحهم الاقتصادية في المنطقة، فتحالفوا مع السلطان العثماني وعقدوا معاه معاهدة لندن سنة 1840. ليه؟ لوقف توسعات محمد علي. طب إيه النتائج اللي طلعت من المعاهدة دي؟ إن محمد علي يتخلى عن معظم الأراضي اللي حكمها خارج مصر، بس السودان مهمة جدا لمصر. أدرك الحقيقة دي السلطان العثماني سنة 1841 فأصدر فرمان إن محمد علي يحكمهم هما الاتنين بشكل وراثي، يعني يحكمهم هو وأولاده من بعده. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. فاكرين؟ أما السلطان العثماني أصدر فرما بتعيين محمد علي على مصر. محمد علي ما اكتفاش أبدا بس بحكم مصر، فضم ليه السودان وشبه الجزيرة العربية وفوقيهم بلاد الشام كرغبة منه توسعية. فدول أوروبية كده بصت قالت بس كفاية، توسعاته لازم ليها نهاية. الله، طب هما مالهم ومال توسعاته دي؟ أصلها خطر على مصالحهم الاقتصادية، فتحالفوا مع السلطان العثماني في معاهدة لندن 1840 لوقف كل توسعاته زي ما كانوا عاوزين. ومن نتائجها كما جاء في النص تخلي محمد علي عن معظم أراضي يحكمها كده خارج مصر، بس السودان دي مهمة لمصر ده شيء أساسي. فأدرك سلطان أصدر فرمان في 1841 إن محمد علي يحكمهم مع بعض كحكم وراثي.